إنه يجسد شر الجزائري. إنه أسطورة كاذبة. كان حفار قبور الجزائر المستقلة. لقد كان محتلا، لم يطلق رصاصة واحدة خلال الحرب. كان مختلا عقليا، جبان بنى قوته على الجبن والخيانات الكبيرة. وكان المرحوم الشيخ الصديق إماما في ديزيت تكزيرت قد التحق بنفس الجامعة التي كان فيها، ووصف بكلمات بالكاد محجبة عن وحشية هذا الرجل. لم يكن اسمه هواري بومدين، لقد اغتصب هوية عالم اللاهوت الأمازيغي العظيم. كان اسمه في الواقع محمد بوخروبة، أو خلاف ذلك محمد فوزخروفا. لم يكن عربيا بل قبائليا يحمل في أحشائه كراهية نفسه وهويته لأسباب لا نعرفها. علاوة على ذلك فإن جده يرقد في مقبرة في منطقة القبائل، ينحدر من عائلة قبائلية هاجرت إلى منطقة غالما. لو كان بومدين رجلا صالحا لكنت سأكون من الأوائل الذين يصفقون له ويثنون على استحقاقه دون مركب نقص، لكن الحقيقة موجودة هاهنا. أصغر مصيبة لهذه الجزائر هي في الأصل مسؤولية هذا الرجل. أنا شخص متعلم، لا أهاجم الموتى لأنهم عزل وفي يد الأبدية، لكنني أهاجم الرمز، الأسطورة الكاذبة. لفهم شر وطننا اليوم علينا أولا أن نفهم مصدر شره. أصل الانفجار الكبير لمحنة الجزائر. كل شيء آخر هو مجرد عواقب. لقد جعل من الكراهية والنفي والهوية المزيفة وازدراء الذات أساسا لتأسيس هذا البلد التعيس. لقد جعل من الجزائر بلدا مريضا، وجعل الجزائر نسخة معاكسة تماما للجزائر الحقيقية. أقام أمة أخرى اصطناعية على نقيض الجزائر المجيدة، مقاتلة حرة وكريمة. محنة بلدنا هو أنه بين أولئك الذين لديهم من حرروا الجزائر ومن ورثوا الجزائر نفسها هي الفرق بين الأبيض والأسود. التقرير مرير ضد هذا الرجل الفظيع والرهيب. حصيلته هي أنه اغتال أو نفى جميع آباء الثورة. وصفه فرانس فانون منذ البداية بأنه مختل عقليا. هذا الطبيب النفسي لم يكن مخطئا، كان هذا الرجل معقدا. يعرف نفسه أحيانا على أنه ملحد وشيوعي، وأحيانا عربي إسلامي. لقد دمر الإمكانات الجزائرية الزراعية والصناعية العظيمة من خلال برامجه المجنونة التي سميت بشكل مخجل بالثورة الزراعية والثورة الصناعية. لقد دمر قيم الجزائري المعروفة في جميع أنحاء العالم بأنه عامل عظيم ومقدس. لقد أفسد المدرسة الجزائرية والإسلام الجزائري من خلال استيراد عشرات الآلاف من المعلمين والأئمة من مصر على وجه الخصوص. لقد كانوا محرضو الإخوان المسلمين الذين أزعجوا جمال عبد الناصر الشهير. لقد تخلص منهم بترحيلهم إلى الجزائر مثلما نتخلص من النفايات السامة والمشعة. لقد ترك بعد وفاته المبكرة ديونا ثقيلة ودولة مدمرة تماما في قيمها التأسيسية. لقد ترك للجزائر فاتورة قذرة تبلغ 17 مليار دولار من الديون، مع نسيج صناعي وزراعي مدمر بالكامل.
أولئك الذين يعتقدون أن الجزائر كانت جميلة وسعيدة وكريمة في عهده الرهيب مخطئون تماما. لقد كانت مرحلة ازدهار وسلام وكرامة زائفة. كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. خلال فترة حكمه استفاد من العديد من المزايا ليظهر عظيما بشكل مخادع. كانت الدولة فتية جدا، وكان الشعب ساذجا للغاية وأميا ومكدا. كان للناس قيم غربية في عملهم وسلوكهم وأحبوا بلدهم. لقد أسقط البلاد تحت ديكتاتورية رهيبة، حيث كل شيء مغلق، حيث يتحول بسرعة أي صوت هدير إلى لا شيء. كانت هذه الديكتاتورية في أقصى درجتها، ليس للسيطرة على البلاد، ولكن لجعل الشعب المسكين ينسى الواقع المرير، ولكن أيضا لتهدئة ضميره من الخيانات الهائلة التي ارتكبها أبو خروبة تجاه الشهداء، وكذلك المقاتلين الذين ما زالوا على قيد الحياة. كان الشعب قد خرج لتوه من الصدمة من حرب لا هوادة فيها، وكان هذا الرجل قد استغل كل هذه المعطيات فقط ليثبت حكمه على خلفية من الأنانية والجبن. كان قد اعتلى حكم البلاد بعد أن قام بانقلابين وقتل ما يقرب من 1500 جزائري. تم تنفيذ أول انقلاب ضد الاستقلال في أغسطس 1962، وبلغ عدد القتلى 1000. لقد غزا الجزائر بالأسلحة التي قدمها بكرم جمال عبد الناصر لسحق المجاهدين الذين حرروا البلاد للتو، ثم القمع الوحشي لانتفاضة جبهة القوى الاشتراكية من 1963 إلى 1965، حيث أحصي عدد القتلى بأكثر من 400 قتيل، والأغلبية كانوا مقاتلين شجعان نجوا من الحرب الجزائرية. تم تنفيذ الانقلاب الثاني في 19 من يونيو 1965. كان انقلاب الرحمة ضد الجزائر المسكينة، حيث اغتيل الأمل الأخير. آخر ضربة جبر لهذا الرجل كانت عام 1970 باغتيال كريم بلقاسم، أحد آباء الثورة الرئيسيين، الرجل الذي تفاوض والذي وقع على شهادة ميلاد الجزائر المستقلة. خنقه رجال بومدين في فندق بألمانيا، ناهيك عن بوضياف العضو الأول في جبهة التحرير الوطني المنفي. مفدي زكريا صاحب نشيد قسما أبعده ونفاه، واغتال العقيد شعباني والعديد من الجبن. كان قد دفع بمرض الفصام الذي يعاني منه إلى نوباته من خلال سرقتي جثتي الشهيد عميروش والسي الحواس، لعزلهما لأكثر من 20 عاما في أقبية ثكنة عسكرية في الجزائر العاصمة. وكان الأمر يتطلب وصول الشاذلي وقتال نور الدين أيت حمودة للعثور عليهم أخيرا وتسليمهم ونقلهم إلى مقبرة الشهداء العالية. كل ما زرعه كمصيبة حصدته الجزائر بعد أقل من 20 سنة من وفاته. لقد أدت جميع أفعاله إلى حرب أهلية شرسة، مع فاتورة مروعة لأكثر من 200,000 قتيل وعشرات الآلاف في إعداد المفقودين، ناهيك عن تدمير الاقتصاد وجميع قيم هذا البلد العظيم. لقد عرف الله كيف يوقف مسيرة هذه الشخصية الشريرة. لقد مات في سن صغيرة وهو كان يعتقد أن الجزائر ملكه الشخصي وأنه سيحكمها إلى الأبد. مات بعد معاناة رهيبة. كل شيء يوحي بأنه اغتيل على يد من كان يحبهم، على يد من أراد إرضاءهم على حساب مصالح شعبه. كل شيء يوحي بأنه تسمم في قمته الأخيرة في سوريا قبل أن يموت ببطء وبشكل مؤلم.
كانت نهاية حزينة لرجل كان ظالما جدا وجسد الشر الجزائري. إذا كنت أكتب هذا النص فليس من أجل المتعة ولكن للمساعدة في كشف الأسطورة الزائفة لهذا الرجل. لا يجب قط التماهي معه وربط الهوية به، إنها إهانة كبيرة لشهدائنا الأبرار. يجب على الجزائر أن لا تربط هويتها مع العربية الإسلامية أو مع ديكتاتورية هذا الرجل. يجب على الجزائر أن تتماهى مع صورة شهدائنا البواسل وعبقرية مقاتليها الأطفال. يجب على الجزائر أن تعكس صورتها على مسار القيم العالمية للحكم. إنه البديل الوحيد الممكن. كل شيء آخر هو مضيعة للوقت، فوضى والعودة إلى المربع الأول. الجزائر بلد ذو إمكانات هائلة وهوية ورحلة تاريخية لأكثر من 2000 عام. يمكن أن تشهد تقلبات وتطورات لا تصدق في وقت قياسي باستخدام الهوية الحقيقية لهذا البلد والقيم العالمية لحرية الحكم والديمقراطية كأدوات. الغفران والمجد لشهدائنا. عاش المقاتلون الباقون على قيد الحياة. تعيش جزائرنا الحقيقية.